اهم اداه من ادوات المتحرش هي التلاعب، وجزء من التلاعب ان انا ببقى جود بيرسون، يعني ببقى شخص كويس جدا بتعامل بلطف. هو ما بيخشش يقول لك انا مسيء او انا متلاعب او انا متحرش، بيختبرك، بيجس نبضك حرفيا. انت هتيجي سكه مع اللمسه دي، وتكون اللمسه او الطريقه تسبب لك انت تذبذب او تشكك، هي دي لمسه كويسه ولا لمسه مش كويسه، هي دي لمسه مظبوطه ولا لمسه مش مظبوطه. بالاخص لو انا كطفل او انا كشخص ما اتعلمتش وانا صغير ايه الفرق بين اللمسه الحلوه واللمسه اللي مش حلوه. في مجموعه من الحاجات بنعلمها لاطفالنا بحيث ان لما الشخص يلمسه بيبقى مدرك نوعيه اللمسه، هل دي لمسه مريحه وقبلها وفيها طبطبه او فيها ربتات او فيها شكل حلو، ولا اللمسه دي غرضها ياخد حاجه من جسمي او يأذيني او ينتهكني. فالمتحرش احد الحاجات اللي بيستخدمها ان هو بيختبرك، هل انت فاهم الفرق ما بين ده وده ولا لا. لو طنشت وعديت تبقى دي زي علامه انت او اشاره هو اخدها ان يلا خشي الخطوه الثانيه. هو ما بيحسش بتانيب الضمير او الذنب، فده بيديله القوه او الثقه في التصرفات، انه واثق وانا بتصرف، واثق وانا بتعامل ان ما حدش هيكتشفني. ادخل اتصرف كانك تمام او واثق، ما حدش هيشك في امرك. اغلبنا في الطفوله اتعرض لبعض الصدمات، لبعض الاساءات، فلما بنتعرض لده بناخد جنب من الاثنين او بنختار قرار من الاثنين. طبعا ده عن غير وعي، يا بختار ان انا بكبر بلعب نفس دور الجاني ده، عايزه اعمل اللي اتعمل فيا بالظبط عشان اخد بطار اللي حصل لي، او اكبر عشان العب دور المنقذ ان انا عايزه انقذ العالم من الالم اللي انا عارف معناه وعمقه. ولكن في الاخر ولا دوري ان انا العب جاني ولا دوري ان انا العب منقذ، انا دوري ان انا اسرفايف من اللي حصل لي، اكون ناجي من اللي حصل لي. وقبل ما العب دور الجاني اشوف ان كده بصنع نسخ جديده مني انا، وكاني بكمل في دايره الاساءه، كاني بكمل في دايره الالم، مش هكسرها.